مبدئيا في الفيديو ده انا هقول لك على حاجات تتجنبها في اولى ثانوي، يا ريتني لقيت حد يقول لي عليها. لو حد حرفيا كان قال لي عليها او كنت اتجنبتها وانا في اولى ثانوي حرفيا كنت هجيب مجموع اعلى من كده. انا علم انا في ثانويه عامه في اولى ثانوي انا طلعت الرابع على المدرسه وكنت جايب مجموع عالي، كنت جايب 104 من 112 وده كان مجموع عالي جدا في اولى ثانوي. بس حرفيا في حاجات كان حد قال لي عليها او الحاجات دي انا كنت اتجنبتها من الاول، كنت هوفر على نفسي وقت وجهد كبير وكنت هوفر على نفسي وقت جامد وهوفره ليا في مذاكره اكتر، وما كنتش هتضر جامد لو انا كنت عارف الحاجات دي من بدري. فانا جاي في الفيديو دوت اقول لك على الحاجات دي عشان اوفر عليك وقت واحل لك مشاكل كتير جدا ممكن تواجهك في اولى ثانوي، وفي نفس الوقت تلاقي وقت عندك عشان تذاكر وتجيب مجموع اعلى باذن الله. اول حاجه عايزك تعملها اول ما تخش اولى ثانوي ان انت قبل ما تخش اولى ثانوي تكون محدد نقاط ضعفك في المواد. اصلا انا في العربي ما كنتش متاسس جامد، ما كنتش عارف القواعد الاساسيات اللي المفروض اعرفها في النحو وكده، فما كنتش متاسس في النحو. فبدات اروح اول ما دخلت اولى ثانوي وبدات اخد مع مدرس، قلت له حكيت له مشاكلي ان انا في النحو ما كنتش متاسس وما كنتش باخد دروس عربي في ثالثه اعدادي ولا في ابتدائي قبل كده، واول مره اخد درس عربي وهو دلوقتي، فانا عايزك تاسسني في النحو. وفعلا بدات اخد مع المدرس دوت وقال لي خلاص تمام خليك معايا طول اولى ثانوي، واللي انا اقول لك عليه تروح تذاكره وتعمله وان شاء الله هتبقى تمام وزيك زي اصحابك مش فايتك اي حاجه. وفعلا بدات اعمل زي ما هو قال لي واخر السنه بقيت زي اصحابي. تاني حاجه بالنسبه للانجليزي نفس الكلام، كنت ضايع في القواعد، بدات اروح المدرس كويس قلت له انا ضعيف في كذا وكذا وحل لي مشاكلي وكذا وفعلا حصل. يبقى انت اول حاجه عايزك تعملها في اولى ثانوي ان انت تحدد مشاكلك وتحدد ايه المواد اللي انت ضعيف فيها وتروح لمدرسين كويس. المشكله انا كنت بواجهها في ثانوي ان انا كنت داخل وما كنتش اعرف انا عندي كام ماده في اولى ثانوي، فاتفاجئت بكم المواد دي كلها، فيزياء وكيمياء واحياء وجغرافيا وتاريخ وفلسفه وعلم نفس وعربي وانجليزي وفرنساوي، فكنت متفاجئ بكم المواد دي لان انا ما كانش عندي اخوات اكبر مني يقولوا لي الثانوي عباره عن ايه او يوصفوا لي، او ما كانش وقتها معايا تليفون ادور على النت وابحث على اليوتيوب واعرف زيكم دلوقتي. فدي كانت مشكله بالنسبه لي فكنت تايه. تاني حاجه انا كنت من الحاجات الميزات اللي انا عملتها ان انا كنت محدد انا هخش ايه. انا كنت داخل علمي فخلاص ده طالما انا داخل علمي فانا مش محتاج اخد مواد ده وادفع فيها فلوس على الفاضي زي التاريخ والجغرافيا والفلسفه وعلم النفس. المواد دي انا مش محتاج اخد فيها درس لان انا مش محتاج اتاسس فيها، لان كده كده انا داخل علمي والمواد دي ليها علاقه بادبي، فانا ليه هاخد فيها درس وادفع فيها فلوس على الفاضي؟ انا مش محتاج اجيب فيها مجموع عالي، انا محتاج بس انجح فيها واذاكرها مع نفسي وخلاص. رابع مشكله كانت بتواجهني في اولى ثانوي ان انا كنت بروح مع مدرسين انا ما كنتش اعرفهم وما كنتش عندي خبره في ثانويه عامه، فما كنت بروح للمدرسين انا ما اعرفهمش، فساعات كان المدرس ده بيبقى ضعيف، ساعات بيبقى شرحه مش حلو. فانت عايزك الحاجه اللي تعملها دلوقتي ان انت تسال دلوقتي صحابك اللي اكبر منك وجيرانك واخواتك لو لك اخوات اكبر منك تسالهم مين احسن مدرسين عشان تبقى رايح على المدرسين دول على طول. لان انا كنت باخد مع مدرسين زي ما قلت لك كنت تايه نفسي مش عارف مين احسن مدرس، فكنت باخد في الماده اكتر من درس. فجيت بقى اخر السنه انا كنت بروح بقى طول الترم انا باخد مع في الماده اكتر مدرس والمواد كتير 10 مواد فاللي هو 20 درس، فاللي هو انا مش لاقي وقت اصلا انام، فاهم؟ اللي هو يا دوب باخد درس اطلع من الدرس ده اروح الدرس ده اروح الدرس ده، مش لاقي وقت ليا ان انا اذاكر، فده كان بيضيع مني مجموعه جامد جدا. فانت الماده خد فيها هو درس واحد بس، والمواد اللي مش اساسيه زي ما انا قلت لك ما تاخدش فيها دروس عشان تظبط دنيتك وتلاقي وقت ان انت تذاكر فيه باقي المواد الاساسيه اللي انت محتاجها لعند ثالثه ثانوي. بس كده حرفيا دي كانت اكتر المشاكل اللي بتواجهني في اولى ثانوي، لو كنت لقيت حد يقول لي عليها من الاول كنت جبت مجموعه اعلى من كده. وبس كده اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، سلام.